واخيرا وصلنا العشر الاواخر في رمضان. واحد الايام اللي كنا كنتسناهم بفارغ الصبر. فالحمد لله اللي قدرنا اننا نوصلوا لهم. وصلوني ميساجات من بنات كيقولوا لي شنو هما العبادات اللي نقدروا اننا نديرو، شي حاجه اللي تكون سهله وخفيفه. داكشي علاش قلبت في الكتوبه، شفت فيديوهات ديال المشايخ باش انني نوريكم هاد المجموعه الصغيره ديال العبادات اللي تقدروا انكم ديروها، بالاضافه ديال العبادات اللي كديروهم. فخليو الهمه ديالكم وتبعوا معايا الفيديو. عارفين بلي سوره الاخلاص الا تقرات 3 ديال المرات فهي كتعادل القران الكريم. داكشي علاش نحاول نكثروا من تلاوه سوره الاخلاص، والا وفقت ان شاء الله ليله القدر فالاجر غادي يكون مضاعف. ثاني حاجه، اخراج الصدقه. وهذا الموضوع اللي هضرت عليه في البودكاست اللي حطيت نهار الثلاث في قناتي على اليوتيوب ناز يونيفرس. غادي نخلي لكم الرابط في ستوري اولا في البايو. فاللي عندها درهم وبتصدقها فان شاء الله الا تلاقات مع ليله القدر غادي تكون الاجر مضاعف. اللي ما عندهاش الفلوس ماشي مشكل، شوفي في حويجات الحوايج اللي ما بقيتيش كتستعملي صدقيهم على شي واحد اللي محتاج، والله يتقبل منا ان شاء الله. ثالث حاجه، الذكر. كاين واحد الذكر اللي كيعجبني، هو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الا قالها الواحد 100 مره كيولي عزيز على الله سبحانه وتعالى. فتخيلوا معايا، وما كيكونش شي واحد عزيز على الله سبحانه وتعالى اكثر من داك الانسان الا شي واحد اللي قال هذا الذكر هذا اكثر منه. فنحاول ان نكثروا منها وان شاء الله يا رب يا رب يا رب يتقبل منا. اخر حاجه، كملوا العبادات اللي كديروا، خليو الهمه ديالكم قويه ان شاء الله حتى نوصلوا للعيد. والدعاء الدعاء الدعاء تا هو راه من احسن وافضل العبادات. دعيو لريوسكم، دعيو للمسلمين، دعيو الناس اللي قرابين لكم، وان شاء الله الملائكه راه غادي يقولوا لكم ولك بالمثل. وانا اليوم كنتمنى من الله عز وجل يا رب تيسر لكل وحده فيكم داكشي اللي تمنات في خاطرها. يا رب تيسر لكم، تحفظكم من الشر، تخليكم توصلوا اعلى المراتب ان شاء الله. قولوا امين.